المعرض هذا تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله نصره الله، كيندرج في اطار واحد المجموعه ديال المعارض اللي على مستوى الجهات 12 جهه. هو معرض كيضم واحد 120 صانع وصانعه تقليديه على اساس انه في اطار التسويق ديال المنتوج ديالهم. تم الاختيار ديال هاد الصناع هادو على مستوى الجهه. كانت المشاركه ديال اقليم الجديده، اقليم محمديه، مجموعه من الاقاليم، 7 اقاليم و9 عملات اللي كاينين على مستوى ديال الجهه. دونك هاد الاقاليم هادو كلهم شاركوا بواحد المنتوجات مختلفه للزليج، الخشب، النسيج، الخياطات التقليديه، واحد المجموعه ديال الحرف. كنشكروا الناس المسؤولين اللي نظموا لنا المعرض وجا في الوقت المناسب، لان الناس كاين الزوار داخلين من برا عند العائلات ديالهم وكيجيو يكتشفوا كيشوفوا معرض الصناعه التقليديه، كيبغيو يعرفوا اشنو فيه. والتنظيم كان في المستوى، حتى الزائر كيبغي يكتشف اشنو كاين في الجديد، في المنتوج اللي دخل، في شنو كل صانع شنو عنده، تيبغيو يعرفوا المنتوج زعما الجديد اللي كاين، وتيسولوا كيبغيو يعرفوا لا كاليتي د الحاجه، خدمه اليد باش يعطيوها واحد القيمه. كنشكروا صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، اللي الله يكثر خيره، هو اللي مدعم الصانع التقليدي وعطاه واحد الطاقه باش يزيد ينتج ويبدع ويخرج المنتوج ديالو، والله يكثر خيره والله يطولنا في عمره. المعرض اولا كيمتاز بواحد جوج مميزات اساسيه، هو انه الموقع الان اللي هو موقع ممتاز اللي كيتواجد على الطريق الساحليه المؤديه الى عين دياب قرب مسجد الحسن الثاني. النقطه الثانيه اللي اساسيه وهي انه التزامن الفتره الزمنيه، لان هذه الفتره الزمنيه هي فتره صيفيه كتزامن مع الزياره ديال واحد المجموعه ديال الاجانب ومجموعه من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. دونك هاد جوج نقاط حاولنا اننا نركزوا عليها، والحمد لله انه الان العارضين والعارضات انهم كيبينوا على واحد الارتياح كبير داخل المعرض. هذه تقريبا مشاركات عديده عندنا في المدينه ديال الدار البيضاء، وهذه المشاركات الثانيه في المعرض اللي تتنظمه وزاره الصناعه التقليديه والتضامن الاجتماعي. والحمد لله ديما المشاركه ديالنا تتكون متميزه بالجديد وبالتغيير، وهذه المره كان تغيير تقريبا ديال 90%، انني دخلت واحد ليميتي جديده في القطاع ديالنا، وانك غتولي يخدم فيها العيالات ديال الزربيه اللي تيخدموا في النسيج العمودي. دخلت لهم الطريقه انهم يخدموا الزربيه ولكن في النسيج الافقي. تبارك الله عليكم، هذا المعرض زوين، عجبوني بزاف وعجبوني العارضين وداك الشيء في مستوى. تبارك الله عليكم، شكرا. وحنا جينا لهذا المعرض، كنا في المعرض ديال لافوار ديال 18 من 18 جينا لهذا ديال 22. المهم المعرض زوين، الموظفين المواكبين النهار كله كيبقاو معنا حتى كنخرجوا حنا في 12 الليل ونخليوهم. الزوار البارح كانوا مزيان، كلشي فيه زوين، لا الناس ديال الوقايه ولا الناس اللي ما كنشوفوهمش منظمين المعارض، ولا كلشي داز زوين في المعارض.
ذوي الاحتياجات الخاصه اللي حاولنا اننا نشجعوهم في هذا المعرض. كاين كذلك ان اللي خدينا اللجنه اللي خدات على الخصوصيه اللي هي الخريجين الاكاديميه الفنون الصناعه التقليديه بمدينه الدار البيضاء، انه حاولنا اننا نعطيهم كذلك اروقه للعرض، وراهم الحمد لله ساتيسفاي بهذه العمليه. يعني الجميع انه منخرط في التكوين، اننا حاولنا حتى الصناع الصناعه التقليديين اللي ما استافدوش من الاروقه انهم يستافدوا من التكوين. هذا المعرض غزال والحمد لله وكل شيء فيه هو هذاك منظم، التريتور مزيان، كل شيء مزيان. معرض شفنا فيه بزاف الحوايج، منها خشب، منها الفضه والاكسسوارات، اللبس التقليدي وبزاف الحوايج. وصراحه معرض زوين وكيشجع الصانع التقليدي باش يستمر. الاسم حنين صفوان من مدينة الدار البيضاء، تندير الحدادة الفنية، تنشتغل الأكثرية بلي شيت اللي تيشيطوا ليا من الخدمة. شاركت في المعرض مزيان، تنتعرفوا فيه المعرض مزيان، تنتعرفوا فيه على ناس، نفرقوا لي كارت فيزيت، والتنظيم راه غادي يتساعى مزيان. يعني الا جينا حتى في الاروقه 120 رواق، كلها هاد 120 رواق كلها كتكون من واحد المجموعه ديال الصانعين والصانعات التقليديين اللي كيمثلوا الجهه كامله. انا حاولنا ان يعني نتعاملوا بالكوطه، انه الاخوان ديال كل جهه باش كتمتاز او كل مدينه باش كتمتاز، وحاولنا ناخذوا خيرات الصناع التقليديين. المعرض زوين تبارك الله، المنتوجات زوينين، عجبني هادشي بزاف وعجبتني الصناعه التقليديه، كلشي فيه زوين كلشي. بالنسبه للمعرض كنشوف بان هو في المستوى، وكاين التنظيم وكاين المراقبه، والحمد لله لان راه مهتمين بالصانع، غير هو خاص يزيدوا شويه بواحد الاهتمام بالصانع، لان الحمد لله الصانع راه هو اللي كل ما كان هذا المعرض غادي كل ما كان الصانع ما يكونش هذا المعرض هذا بين حنا كصناع فاش كدار هذا المعرض. والحمد لله الامور هذا، وكاين السلطات وكاين المسؤولين وكاين الناس المراقبه وكاين الجوده وكاين الجوده. النقطه اللي مهمه هو انه بعد يعني يوم الافتتاح على 6:30 انه تسجلت عدد الاقبال، يعني عدد الناس الزوار ديال المعرض 2800 زائر، واليوم كنسجلوا 2400 زائر، وهذا فاش الى حدود الساعه الثالثه، يعني حيت الاقبال كيكون في الساعه يعني في ساعات متاخره من الليل. اذا اللي كنتوقع انه يكون عندنا اليوم واحد 4000 زائر ان شاء الله.